السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. للي ما شافنيش في فيديوهات قبل كده، انا احمد ابراهيم من قناتكم عصافير الجنة. بنتكلم عن هواية تربية طيور الزينة، وبنشرح في سلسلة طفرات البادجي. وهنكمل ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة عن الطفرات المرتبطة بالجنس. حبيت بس اقول لكم في الاول رمضان كريم عليكم يا رب، ويا ربنا يتقبل مننا صالح الاعمال، ودايما شهر رمضان ده بيبقى كله خير. ربنا يا رب يبارك في الأيام الجميلة دي يا رب. هنبدأ مع بعض شرح الطفرات المتنحية إن شاء الله. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الطفرة السائدة والطفرة المتنحية، وفهمنا يعني ايه طفرة سائدة وطفرة متنحية، وعرفنا ان نواتج التزاوج ما بتفرقش في الطفرات السائدة والمتنحية إذا كان الأب أو الأم هو اللي بيحمل الصفة. تمام. في الطفرات المرتبطة بالجنس الوضع بقى مختلف. تمام. طيب هنعرف الأول يعني إيه الطفرات المرتبطة بالجنس. كمل شرحنا كده على السبورة. جبنا قلم جديد عشان الخط يبقى جميل كده وتبقى الدنيا واضحة. طيب الطفرات المرتبطة بالجنس يعني نواتج التزاوج تختلف في الذكر عن الأنثى. تمام. وده بيرجع بمنتهى البساطة إن الطفرة بتحمل بقى المرة دي على جين الذكورة. تمام. احنا شرحنا الكلام ده في المقدمة. هنفتكر كده مع بعض. قلنا ان الذكر في الطيور، تمام، ده في الطيور لان طبعا البني ادمين بتبقى عكس الطيور. تمام. قلنا ان الذكر بيبقى زد زد، تمام، او اكس اكس، يعني مش هتفرق، هو بيبقى يحمل جينين من جينات الذكورة. تمام. بتحمل عليهم الصفات المرتبطة بالجنس. اما الانثى فهي تحمل جين واحد، بيبقى تصنيفها زد دبليو مثلا او اكس واي، بتحمل جين واحد من جينات الذكورة. تمام. فهنا كده الذكر والأنثى الجينات بتاعتهم مختلفة في الطفرات المرتبطة بالجنس. طيب هنعرف ايه الأول يعني أمثلة على الطفرات المرتبطة بالجنس. أول حاجة عندنا الإينو. تمام. والإينو ده بيشتق تحته الألبينو. تمام. عايزين نفهم بقى يعني ايه الألبينو. الألبينو هو بيبقى كامل الطائر أو الطائر كل ريشه لونه أبيض. تمام. والأبيض دوت بيبقى ناتج من الأزرق. تمام. لما بيحصل اختزال للأزرق بيدينا أبيض. طيب تمام. تاني حاجة عندنا اللاتيني. تمام. واللاتيني بيبقى لونه أصفر بالكامل. تمام. اللاتيني ده بينتج من اختزال اللون الأخضر. احنا عارفين ان الألوان الأساسية في البادجي هي الأزرق والأخضر. تمام. الأزرق طفرة متنحية والأخضر طفرة سائدة. لما بيتم اختزال اللون الأخضر، تمام، عن طريق طبقات معينة في الريش بيتبقى معانا اللون الأصفر. تمام. لسه احنا هنتكلم إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية عن الريش وعن طفرات الريش وعن الفلل والوراثة بتاعتها. طيب نكمل هنا. اللاتيني كده هيبقى لونه أصفر بالكامل. طيب تالت حاجة معانا الكريمينو. تمام. والكريمينو ديت اللي هي اختصار للكريمي اللي بيشيل طفرة الإينو، وهو بيبقى زي الألبينو لونه أبيض، بيمتزج معاه طفرة اليلو فيس أو الجولدن فيس عشان نبقى فاهمين بس الطفرة جت منين. فهو كده بيبقى لونه كريمي كريمي اللي هي الدرجة اللي بين الأبيض والأصفر. تمام. فده الكريم إينو أو الكريمي. دي الثلاث طفرات، تمام، اللي هي تحت الإينو. ده أول طفرة مرتبطة بالجنس معانا. طيب بعد كده معانا إيه؟ معانا اللاس وينج. وبرضو اللاس وينج زي الإينو بيبقى عينه لونها أحمر. تمام. مع كمان
وجود علامات لونها بني على الريش. تمام، قلنا ان الالبينو والكريمينو واللاتيني بيبقى الريش لونه سادة، اللاسوينج بيبقى الريش عليه علامات بني. تمام. طيب ده اللاسوينج. معانا كمان الاوبلاين، وعارفين ان الاوبلاين اللي هو علامة الفي اللي موجودة في الجناح. تمام، وبيعمل نقل للون الجسم للأجنحة، فبيبان ان العصفور معاك كله ملون، بيبقى لون الجسم ظاهر معاك في الجناح. ده الاوبلاين. ومعانا اللاسوينج، ومعانا الاينو، ومعانا السينامون برضو. كل دي من الطفرات المرتبطة بالجنس. السينامون ده المقصود بيه اللي هو لون القرفة، او ان العصفور بيبقى فيه عليه علامات زي لون القرفة كده. طيب دي من اشهر الطفرات اللي موجودة في الطفرة المرتبطة بالجنس. عندنا كمان التكساس. تمام، والتكساس مش عايزين نخش في انواعه بقى عشان ايه ما نصعبش الدنيا عليكم. تمام، عندنا التكساس دوت بيبقى فيه تدرج في اللون في جسم الطائر. بيبقى اللون بادئ خفيف لحد اخر جسم الطائر كده، او عند رمب الطائر، والرمب ده المنطقة اللي هي فوق الديل بتلاقي اللون قوي، وفي طرف الجناحات بيبقى اللون قوي. ده اللي هو طفرة التكساس. طيب هنتكلم بقى على نواتج تزاوج الطفرة المرتبطة بالجنس، وهنشرحها مع بعض كده باحتمالاتها ببساطة. تمام، عندنا طبعا أول احتمال لو الذكر. تمام، احنا هنا بقى هنفرق في نواتج التزاوج بين الذكر وبين الأنثى. لو الذكر، تمام، هنقول مثلا تكساس أو إينو أو أوبلاين، أي طفرة من الطفرات المرتبطة بالجنس، والأنثى تكساس، يبقى كده كل إنتاجهم هيبقى 100% تكساس. تمام، أو أوبلاين أو إينو. تمام، أو أي طفرة مرتبطة بالجنس. طيب ده أول حالة معانا، هيبقى الإنتاج بالكامل تكساس، لأن الأب والأم تكساس، أو الأب والأم طفرة مرتبطة بالجنس. طيب تاني احتمال معانا إن الأب، خلينا في الأوبلاين مثلا عشان الأوبلاين بنستخدمه في الرينبو. تمام، والأم عادية ما تحملش الطفرة المرتبطة بالجنس اللي هي الأوبلاين. احنا قلنا إن الأب بيورث الطفرة، تمام، للبنات مباشرة. تمام، الأب بيورث الطفرة للبنات مباشرة، وبيورثها للولاد سبليت. يبقى كده هنشوف نواتج التزاوج معانا، هيديني الأبناء هيبقى سبليت أوبلاين، والبنات أوبلاين صريح. تمام، ده هنا 50%، 100% من الأبناء سبليت أوبلاين. تمام، أو نص الإنتاج اللي هو يطلع معايا مثلا ذكور هيبقى سبليت أوبلاين، والبنات هتبقى أوبلاين. تمام، يبقى الأبناء سبليت أوبلاين والبنات أوبلاين. طيب دي كانت إيه؟ تاني احتمال معانا. طيب لو عكسنا، لو قلنا إن الأب هو اللي عادي، والأم هي مثلا اللي أوبلاين. تمام، هيبقى معايا كده الأبناء سبليت أوبلاين برضو. دي تالت جوازة معانا، وهتبقى البنات عادية. تمام، لأن طبعا احنا قلنا إن الطفرة المرتبطة بالجنس البنات بتاخد الطفرة منين؟ من الأب. أما الأبناء فبتحملها سواء هي في الأب أو في الأم، بتحملها سبليت. تمام، طالما هي في الأب أو في الأم، في أحد الطرفين فقط، في أحد طرفين التزاوج. طيب هنوضحها أكتر. يبقى احنا كده عرفنا إن هنا 100% من الأبناء سبليت أوبلاين، و100% من البنات عادية. تمام، دي في تالت جوازة معانا، إن هي
لو الأب عادي والأم هي اللي طفرة مرتبطة بالجنس. طيب، يبقى من الاحتمالات اللي فاتت دي فهمنا ايه؟ فهمنا ان الأب بيورث الطفرة مباشرة لمين؟ ثواني يا جماعة خليكم معايا. أو خلينا ماسكين المايك في ايدينا وخلاص، وهم الصوت يبقى واضح معاكم. قلنا ان الأب بيورث الطفرة مباشرة للبنات، تمام؟ أما الأم وبيورثها سبليت للأبناء. هي في فيديوهات كده بيبقى ايه، لازم حاجة كده ايه تحصل، تمام؟ بس أنا دايما ببقى مبسوط معاكم في الفيديو. طيب، قلنا ان الاب بيورث الطفرة للبنات مباشرة، بيورثها سبليت للابناء. اما الام لا تورثها للبنات، هتطلع البنات عادية. يعني الام ما بتورثش الطفرة للبنات، وبرضه هتديها سبليت للابناء. طيب تعالوا نوضحها اكتر كده بالجينات. احنا قلنا ان الاب زد زد. طيب الاب مثلا ده لو طلع ولاد هيديهم زد، تمام؟ فهيبقوا سبليت، لانهم لسه في جين زد تاني هياخدوه من الام. فلو الام عادية يبقى كده الابناء ايه؟ كده الجين ده مش موجود، هيبقى الابناء سبليت. طيب لو لو معانا بقى البنات هتبقى مباشرة، تمام، طفرة مرتبطة بالجنس، لان اصلا البنات تكوينها زد دبليو، فهي ما عندهاش الا زد واحدة هتاخدها من الاب، تمام؟ فمجرد ما هي تاخد الزد دي من الاب، بقت هي ايه؟ تحمل الطفرة المرتبطة بالجنس، تمام؟ يبقى كده ده بالنسبة للاب. الاب بيورثها سبليت للابناء وبيورثها مباشرة للبنات. طب الام، احنا قلنا ان الام زد دبليو. طيب هي هتورث كده، لو بنت هتديها الدبليو فهتطلع البنات عادية. لو جابت ولد هتديله الزد، فكده هتطلع الاولاد كلها اسبليت برضو، طفرة مرتبطة بالجنس، تمام؟ كده متهيألي كده التلات حالات احنا فهمنا ان الاب بيورث مباشرة للبنات، اما الاب والام بيدوا الطفرة سبليت للابناء، طالما في طرف واحد من طرفين التزاوج هو اللي يحمل الطفرة المرتبطة بالجنس. طب رابع حالة عندنا، لو الذكر سبليت طفرة مرتبطة بالجنس. لو الذكر سبليت طفرة مرتبطة بالجنس، والانثى او الام، تمام، الذكر ده الاب والانثى اللي هي الام، تمام، طفرة مرتبطة بالجنس، تمام، هتطلع لنا ايه؟ طيب الانثى مرتبطة بالجنس والاب سبليت، تمام؟ احنا عايزين نفهم نواتج التزاوج ما نحفظهاش. الاب سبليت يعني عنده جين طفرة مرتبطة بالجنس واحد، فهيطلع نص البنات اللي هو ربع الانتاج، تمام، طفرة مرتبطة بالجنس. طيب الربع اللي هياخد الجين اللي هو لا يحمل الطفرة المرتبطة بالجنس هيطلع عادي، يبقى ده بالنسبة للبنات. طيب لما الجين اللي سبليت اللي هو الجين اللي يحمل الطفرة المرتبطة بالجنس من الأب يتقابل مع الجين اللي يحمل الطفرة المرتبطة بالجنس مع الأم، هيديني 25% برضه اللي من الأبناء، ودي البنات. أنا بشرح بالراحة في الطفرة دي بالذات عشان بيبقى فيها لخبطة، فأنا بحاول إيه إن أنا أشرحها بالراحة عشان تبقى واضحة معاكم. كده الأبناء، تمام، هيبقى 25% مرتبط بالجنس، اللي هو لما نقابل الطفرة الجين اللي يحمل الطفرة المرتبطة بالجنس من الأب مع الأم، تمام. طيب لو الجين العادي اللي في الأب اتقابل مع الأم هيدينا 25% سبليت طفرة مرتبطة بالجنس. يبقى دي نواتج التزاوج اللي معانا: 25% مرتبط بالجنس، 25% من الأبناء سبليت طفرة مرتبطة بالجنس. البنات 25% من نواتج التزاوج هتبقى مرتبطة، و25% من نواتج التزاوج عادي.
تمام. دي بالنسبة للرابع جوازة اللي هو لو الذكر سبلت والأنثى مرتبطة بالجنس. طيب آخر حاجة معانا لو الذكر تمام اللي هو الأب تمام سبلت زي ما هو، والأنثى بقى المرة دي عادية. الأنثى المرة دي إيه؟ طفرة عادية. هنا الأنثى عادية يعني هنا مفيش جين من الأب هيتقابل مع جين من الأم، فبالتالي هيديني 25% من الأبناء تمام عادية تمام، و25% سبلت. هنا في الجوازة دي فقدنا النسبة اللي كانت هتبقى في الأبناء طفرة مرتبطة بالجنس لعدم توفر الطفرة في الأم. تمام. بقى 25% من الأبناء أو من نواتج التزاوج، يعني الأبناء نفترض الأبناء 50% والبنات 50%، فنص الولاد اللي طالعة هتبقى عادية ونصهم سبلت. النص من ال50 ده اللي هو 25% من إجمالي نواتج التزاوج. طب البنات هنا قلنا إن الذكر سبلت يعني يحمل جين طفرة مرتبطة بالجنس والجين التاني عادي، يبقى برضه هيديني نص البنات عادي ونص البنات اللي هو 25% من إجمالي نواتج التزاوج مرتبط بالجنس. تمام. دي نواتج التزاوج اللي بتظهر معايا في الطفرة المرتبطة بالجنس. تمام. دي الخمس حالات اللي بتظهر معانا ونسبها. طيب الطفرة المرتبطة بالجنس نخش بقى بعدها على الطفرة اللي هي السائدة سيادة غير تامة. قلنا ان الطفرة السائدة سيادة غير تامة دي يعني بيبقى في نفس الطفرة جين او طفرة سائدة على طفرة. هنقول مثلا مثال في الطفرة المرتبطة في الجنس الاول. قلنا ان التكساس بيبقى سائد على الاينو. التكساس مرتبط بالجنس والاينو مرتبط بالجنس، بس لما التكساس بيتجوز اينو تمام بيبقى التكساس سائد سيادة غير تامة على الاينو. تمام. يعني التكساس ده بيبقى سائد على الاينو او هو اللي بيبقى ظاهر معايا في نواتج التزاوج. ده المقصود بانه سائد سيادة غير تامة. تمام. طيب نقول مثلا في الطفرات السائدة عندنا الجولدن وعندنا اليلو، الاتنين طفرة سائدة. بس لما عصفور جولدن بيتجوز عصفور يلو بيبقى اللي ظاهر معايا في الانتاج تمام هو العصفور يحمل الطفرتين. العصفور يحمل الطفرتين، يعني هنا هيبقى تكساس سبليت اينو مثلا في الذكور. تمام. هنا برضو هيبقى جولدن يلو، بس اللي ظاهر على العصفور ان هو جولدن، بس هو برضو يحمل طفرة اليلو. ده المقصود بان الطفرة دي سائدة سيادة غير تامة. يعني هي بتبقى سائدة، دي طفرة سائدة، بس بتبقى سائدة سيادة غير تامة في حالة وجود طفرة تانية تمام بتبقى أقوى منها في السيادة. يا رب تكون كده المعلومة واضحة. ده كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه عن الطفرات المرتبطة بالجنس. نصلح بقى المايك، خلاص احنا خلصنا. كناش عايزين نعطلكم بس معانا. اتكلمنا كده النهاردة عن الطفرة المرتبطة بالجنس، واتكلمنا كمان عن الطفرات السائدة سيادة غير تامة. تمام. يبقى احنا كده عرفنا في الوراثة لحد دلوقتي الأربع طفرات الأساسيين. عرفنا السائدة وعرفنا المتنحية وعرفنا المرتبطة بالجنس وشرحناها بالتفصيل، وعرفنا السائدة سيادة غير تامة. لسه معانا إن شاء الله في الفيديوهات الجاية بإذن الله هنتكلم عن طفرات الريش. طفرات الريش ديت أنا عارف إن في ناس كتير بتحبها لأنها بتدي شكل جمالي للعصفور، تخلي العصفور شكله جميل معانا. اللي هي طفرات الريش اللي هي المقصود بيها الهجرومو أو الفلل. تمام. اللي هي الهجرومو. تمام. أو اللي هي الفلل.
الناس عارفاها باسم الفلل. وقلنا ان الفلل دوت اللي هو اللي بيبقى فيه شوشة وبيبقى فيه كرك وبيبقى فيه فلتين على الجناح. المقصود بالفلة اللي هي شكل الريش اللي بيعمل شكل علامة فلة كده في الجناح، بيدي منظر جمالي للعصفور. فإن شاء الله هنتكلم يعني الكلام ده لسه في الفيديوهات الجاية بإذن الله. وتابعونا في سلسلة وراثة طفرات البادجي. هي سلسلة ممتعة جدا، وأنا من أكتر الحاجات اللي بحبها في الهواية هي الوراثة. الوراثة شيء جميل بيخلينا نعرف نستفيد من العصافير، وبنبقى كده يعني مستنيين النواتج اللي هتطلع. بتبقى حاجة جميلة ان انت تطلع عصفور شكل جديد وحاجة شكل احلى من الاهالي، او عصفور اجمل من الاهالي. فدي هواية ممتعة جدا، وانا ببقى مبسوط جدا وانا معاكم. وان شاء الله باذن الله انتظروا مزيد من الفيديوهات. اخوكم احمد ابراهيم من عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.